الابن ده للأسف بيطرد والدته من البيت علشان يقعد فيه لوحده. الأم بتعيط وبتقول له: يا ابني أنا ما أقدرش أعيش لوحدي. وهو ما عندوش أي رحمة ولا إحساس، أخدها بالعافية ورماها في أوضة ما فيهاش أي حاجة تقدر تعيش عليها، ورمى كمان معاها حل عشان تطبخ لنفسها. وطلع اتصل بالبنت اللي بيحبها وقال لها: أنا خلاص البيت بقى فاضي وهاجي أتقدم لأهلك علشان نتجوز، أنا خلاص طردت أمي. وعدت أيام وهو واقف منتظر أهل عروسته عشان يتفرجوا على البيت. فجأة أخوه رجع من السفر هو وزوجته. أول ما وصل طبعا سأل على أمه: فين أمي؟ فالولد معرفش يرد، قال له: أمك في الأوضة اللي جنبنا. جري بسرعة على أمه لقاها قاعدة وبتعمل أكل لنفسها. حضن أمه وقال لها: معقول يعمل فيكي كده؟ ده أنت تعبتي علشاننا كتير، حقك عليا أنا يا أمي، أنا لا يمكن أسيبك أبدا. الأب والأم تعبوا عشاننا كتير، يا ريت في النهاية نكرمهم ونرد لهم بعض من اللي عملوه، رغم إنه مش ممكن يترد أبدا.